باسم الآب والابن والروح القدس إلى الواحد أمين. أحبائي، في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن الثلاث حروف الأولانيين والمقابل ليهم. اتكلمنا عن حرف الإي اللي هو الاجتماعي وحرف الآي اللي هو الانطوائي. اتكلمنا برضو عن حرف الإس اللي هو الحسي، واتكلمنا عن حرف الإن اللي هو الحدثي، واتكلمنا عن حرف التي اللي هو المفكر، واتكلمنا عن حرف الاف اللي هو المشاعري. هنتكلم في الحرفين اللي فاضلين او الحرف والمقابل بتاعه اللي هم اخر حرفين. فالنهارده نتكلم عن حرف الجي، وحرف الجي اللي هو جادجينج، بس مش معناها انه بيدين، لكن حرف الجي معناها انه بيخطط. فده نمط حياة الانسان. اتكلمنا عن كل حرفين من دول بيمثلوا ايه في حياتنا. اخر حرفين ان هم الجي والبي، دول اللي نمط الحياة اللي احنا بنعيش بيه، الطريقة اللي احنا بنعيش بيها. فلما نيجي نعرف حرف الجي، أول حاجة نعرفها عنه إن هو الشخص اللي دايما يروح ويستنى الناس. بمعنى إيه؟ إن الناس قالوا هيتجمعوا في الكافيه دوت الساعة 7 المغرب، هو 7 هتلاقيه هناك، ويوم ما يتأخر ويبقى متضايق من نفسه قوي 7 و5 7 و10 هتلاقيه هناك. أصحابه هيجوا إمتى؟ انتوا قولوا. اللي جاي 7:30 واللي جاي 8 واللي جاي وهم بيحاسبوا وماشيين. هو مش كده، هو مادام قال على ميعاد او اتفق على ميعاد هتلاقيه موجود في الوقت، بيخطط حياته، بيعرف هو انا المفروض اكون في المكان الساعه كذا، يبقى اتحرك من البيت الساعه كذا عشان اعمل حساب الوقت والمواصلات. بيخطط الدنيا، ما بيسيبش الدنيا تمشي كده وخلاص، وكل حاجه عنده مترتبه، كل حاجه عنده مترتبه. فتلاقوه مثلا من اول ما يصحى الصبح، اول ما يصحى كده من النوم عارف يومه ماشي ازاي. حتى لو هو مثلا طالب في اجازه، هتقولي طب ما هو ما عندوش مدرسه ولا عنده واجبات ولا عنده دروس ولا عنده اي حاجه. لا، حتى هو في اجازه وعارف يومه ماشي ازاي. انتوا عارفين حتى لو هو من بالليل قال ان انا بكره ما وريش حاجه فاصحى متاخر، يبقى هو مرتب كده. يعني الموضوع بالنسبه له مش ماشي عشوائي، لا هو عارف ان انا بكره مش مرتبط بحاجه الزاميه الصبح، فانا هصحى براحتي بقى، اصحى 10 11 12 العصر، وقت ما اصحى بقى مفيش مشكله. بس دي مترتبه، دي مش حاصله كده عشوائيا، لا هو مرتب، عارف انه فاضي فيعملها كده. فمن اول ما يصحى الصبح عارف انه هيعمل كذا، يروح المشوار الفلاني، هيقابل كذا، هيخلص الحاجه الفلانيه، هيقعد شويه على الكمبيوتر، هيقضي شويه يقرا في حاجه او يتفرج على التلفزيون. عارف يومه ماشي ازاي. حرف الجي شخص مخطط، فبيبقى مرتب يومه من اوله لاخره. خلوا بالكم بقى قوي، دي حاجة مهمة قوي، ان الشخص الجي، حرف الجي، الشخص المخطط ما بيحبش المفاجآت. عشان كده هتلاقوا رد فعله في المفاجآت هتلاقوه رد سخيف. هو ما يحبش المفاجآت. ليه؟ لان هو شخص بيرتب الدنيا بينظمها، فتيجي انت فجأة تقول له حاجة، لا هتلاقي رد فعله لا مش كده. يعني هتيجي انت فجأة تعمل له عيد ميلاد وهابي بيرث داي وسربرايز بارتي، مش هتلاقيه. هتلاقي وشه كده عليه الوجوم، ايه مالك مش مبسوط ليه؟ ابتسامة باهتة كده وخلاص. ما بيحبش المفاجآت. طالما ما بيحبش المفاجآت فدي بتنطبق على كل انواع المفاجآت. ما بيحبش المفاجآت لدرجة ان هو مثلا، انا بقول لكم بيبقى مرتب اليوم بتاعه، فهو مرتب ان انا اروح اقضي المشوارين دول النهارده وهرجع مثلا على 4 5 هريح بقى في البيت لغايه ثاني يوم الصبح. فعنده من الساعه 4 5 لغايه ثاني يوم الصبح الوقت فري، هو قاعد في البيت مريح مفيش اي مشكله. رن عليه صاحبه قال له ايه انا زهقان ما تيجي ننزل، يقول له لا مش هينفع. لا مش هينفع ايه، ما انت قاعد في البيت. مرتب نفسي على ان انا قاعد في البيت. ما بيحبش المفاجآت. فجأة اقوم البس وانزل، لا الموضوع بالنسبه له ما بيجيش كده، ما الدنيا ما تمشيش معاه بالطريقه ديت. يعني طبعا هو نسبته عاليه في حرف الجي هتلاقوه بيقفل خالص. يعني اللي نسبته اقل شويه صاحبه بقى هيقول له يعني وراك ايه، هيقول له ما وريش حاجه انا قاعد في البيت، بس انت جاي لي فجاه كده بتقول لي يلا ننزل. يقول يا عم ما فيهاش حاجه، طب بص هدي لك كده نص ساعه تروق نفسك، تاخد شاور وتلبس ونتقابل. لا نص ساعه مش هلحق، طب نخليها ساعه، ممكن ينزل بعدها. بس هو من اول رد ليه لا مش هينفع.
يقول له يلا نعمل حاجة فجأة، لا مش هينفع. ليه؟ لأن هو شخص مالوش في مفاجآت، هو شخص مخطط. حرف الجي شخص مخطط، فنمط حياته ماشي إن كل حاجة متنظمة وكل حاجة ان اوردر وكل حاجة بميعادها، الدنيا معاه ماشية بالشكل دوت يعني. فتلاقوه دايما عامل لستة بالحاجات اللي هو مطلوبة منه. يعني طبعا دلوقتي ما بقاش في لستة ورقية يعني، لكن هتلاقوه مثلا كاتب على النوتس عنده او على الميمو، كاتب ان المفروض ده بالفلان، المفروض اخلص الحاجة الفلانية، ابعت له فلان رسالة، مش عارف اقول ايه. عامل لستة مش بس مفكرة، لكن بكرة المفروض هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انسان مرتب وانسان منظم في حياته. لو دخلت مكان اللي هو عايش فيه او دخلت في مكتبه في شغله، هتلاقوا الدنيا مترتبة جدا. هتلاقوا الدنيا مترتبة جدا. هو شخص متعود ان كل حاجة تبقى مرتبة ومنظمة وفي مكانها يعني، فهو شخص بالشكل ده يعني. لما يعمل حاجة يحب يعملها لغاية ما يخلصها. هو من النوع اللي ما يتشتتش في كذا حاجة، لا يحب يعمل حاجة يعملها لغاية ما يخلص. برضو حاجة مهمة تعرفها عن نفسك لو كنت حرف الجي، أو عن الناس اللي موجودين في حياتك، أسرتك أو أصحابك أو زمايلك، إن الشخص الحرف الجي عنده صح وغلط. ما عندوش الحتة الرمادي اللي في النص، ما عندوش الحتة الرمادي اللي في النص. فالناس اللي مش فاهماه بتصطدم بيه، وهو نفسه لو مش فاهم نفسه بيصطدم بالناس التانية، لأن عنده الأمور يا صح يا غلط. ما يجيش تقول لي ما ممكن تبقى كده أو جايز تبقى كده أو نمشيها، لا هي يا كده يا كده، ما عندوش حاجة في النص. فخدوا بالكم النقطة دي عن الشخص الجي. اعرفها عن نفسك لو كنت انت الشخص المخطط، وقولها للناس عن نفسك عشان ما يحصلش صدام. فانت مش عايز تعمل مشكلة ولا بتختلق مشكلة مع الناس لما بتقول لا هي كده، لا هو انت بتميل ان الامور يا صح يا غلط، يا كده يا كده. فما عندكش الحتة الرمادي اللي في النص، وبالتالي بيبقى كلامك احيانا الناس تسمعه او تشوفه على انه ان انت عنيد، او ان انت مصر على حاجة، او ان انت اللي في دماغك بس اللي يمشي. لا، انت كل حكاية ما عندكش المساحة اللي في النص اللي ممكن ان انت تتقابل مع الاشخاص الاخرين فيها. بيبقى صعب عليك شوية. طبعا كل ما عليت النسبة كل ما يبقى الامر اصعب من كده بكتير يعني. خلوا بالكم ان الشخص اللي هو المخطط حرف الجي محتاج الشخص الباحث اللي هو حرف البي اللي هنتكلم عنه المرة الجاية. لان الشخص المخطط زي ما قلت لكم لما بيعمل حاجة يعملها ويخلصها، الدنيا عنده يا كده يا كده، فما عندوش مساحة لاختيارات كتيرة. فهو أحيانا بيبقى محتاج إن يتعاون مع شخص الحرف البي عشان يقدر يساعده في نقطة زي كده اللي هي مش موجودة عند الشخص المخطط. لما نتكلم عن الشخصية نعرف حرف البي اللي هو الشخص الباحث، هنبتدي نشوف برضو صفاته ايه. بس انا اقصد ان بلفت النظر ان كل حرف والمقابل ليه بيحتاج المقابل ليه. يعني المقابل ليه ده مش الضد، المقابل ليه ده مش حاجة وحشة وهو حاجة كويسة، لا المقابل ليه ده بيكمله. فلما ابقى انا من النوع مثلا الحسي، فانا محتاج الشخص الحدثي او الشخص البديهي عشان نكمل بعض في حاجات ممكن نتلاقى فيها، او المفكر مع الشخص المشاعري وهكذا يعني. فاللي اقصده دايما نحط في دماغنا ان انا اعرف الشخصيه بتاعتي بتتكون من انهي حروف، بس اعرف برضو ان تنوع الشخصيات التانية اللي موجوده حواليا ده بيوجد نوع من التكامل بيننا وبين بعض. المره الجايه هنتكلم عن تعريف حرف البي اللي هو الباحث، وبكده يبقى اتكلمنا عن الاربع حروف الاساسيه اللي بيتكون منها أي نوع من الشخصيات ال16. أشكركم.